السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشوف بقى وصفتنا النهاردة ايه. وصفتنا النهاردة وصفة بسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت. وصفة لتبييض وتفتيح البشرة من اول مرة، طبيعية من غير اي مواد ضارة للبشرة. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. معانا طبعا الطبق بتاعنا اهو. اول حاجة في الوصفة بتاعتنا معانا الرز المطحون. معانا رز وطحنينه كويس قوي، وبرضو هنصفيه برضو بعد كده، بعد ما نستعملهم هنصفيهم برضو. هناخد منهم معلقة كبيرة كاملة اهي. تاني حاجة في وصفتنا معانا النشا. هناخد برضو معلقة كبيرة من النشا اهي. هنقلب بقى الاتنين كده مع بعض. معانا كمان ايه؟ ليمونة هنعصرها عليهم. ولو انتي بشرتك حساسة من الليمون ناخد عصرة واحدة بس لازم من الليمون، لانه بيشيل الكلف وبيفتح البشرة. هنحط برضو التانية النص التاني اهو، ونقلبهم برضو كده كويس مع بعض. احنا هنجيب برضو المية وهنزود بقى حبة حبة كده. وزي ما قلت لكم الليمون مهم جدا يا جماعة، عشان بيشيل الكلف وبيفتح البشرة وبيشيل البقع من البشرة وبيوحد لون البشرة برضو. هنجيب بقى المية بتاعتنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد كده حبة حبة كده ونقلبهم. مية باردة عادية خالص. لان احنا برضو بعد كده هنحطه على النار. هنقلب بقى كويس قوي كده، لازم نفك كله من بعضه كده. احنا بعد ما قلبناه بقى كده كويس كده كله مع بعضه اهو، لازم نقلبه كويس عشان النشا ما يكلكعش معانا. ومعانا ايه؟ معلقه كمان زيت اللوز الحلو او زيت الصبار اللي موجود عندنا. هنحط معلقه ونقلبه بقى كويس برضو. هنحطه بقى على النار وهنرجع لكم اهو بعد ما ايه ما شلناهم بقى كده من على النار. احنا عايزين بقى القوام الكريمي ده اهو. وصفة سهلة وبسيطة بتفتح البشرة وبتشيل الكلف وبتشيل اي بقع من البشرة. احنا عايزين القوام ده اهو بالشكل ده كده، ناعم جدا وريحته كمان حلوة قوي، وهيدينا بياض وتفتيح من اول استعمال. احنا بقى ايه هنسيبها بقى تبرد بقى خالص، وبعدين هنجيب الفرشة بتاعتنا وهنستعملها بقى على البشرة وعلى ايدينا عادي خالص، وممكن الكوعين والركبة. بيدي تفتيح جامد 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 للبشرة. استعملوا بقى ان شاء الله، شوفوا الوصفة ديت وجربوها وهتدعوا لي بإذن الله. ما تنسوناش بقى في اللايك، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.